تخيل تقضي عمرك بتحارب الشر وتضحي بكل حاجة علشان الخير، وفجأة تكتشف ان الخير نفسه هو اكبر خدعة، وملكتك تخونك وفي الاخر تموت. بس الموت ما كانش النهاية، ده كان البداية. رجعت بس كملك الشياطين، وهدفك واحد وهو الانتقام من ملكة النور وفرسانها الفاسدين. بس يا ترى دلوقتي بعد ما بقت في ايدك قوة الشياطين هتنتقم فعلا ولا هتتحول لشر جديد؟ تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل مع بطلنا يونغ ملك الشياطين. تبدأ قصتنا وبنشوف بطلنا راكع على الأرض وماسك عصاية سحرية، وبنعرف إنه اسمه يونغ وبيكون كاهن النور، وبنشوف متصاب وبيزعق ليه كل ده حصل. وبنشوف كاترين ملكة النور واقفة جنب طالما ملك الشياطين وبتقول له كل حاجة مشيت زي ما احنا مرتبنا لها والبشر خسروا المعركة خلاص. وبيتعصب بطلنا وبيقول لملكة النور لولاكي ما كناش خسرنا. فبيبتسم طالما وبيقول وهو بيرفع ايده انت الوحيد اللي باقي، هتعمل ايه يعني؟ فبيرفع طالما بطلنا بالهاله بتاعته وبيعمل طالما ايده على شكل دايره وبيضغط بهالته على بطلنا، فبيصرخ بطلنا وبيقفل طالما ايده فبيخلص على بطلنا. وبعدها بتظهر شاشه النظام مكتوب فيها ان يونغ حصل على نظام ملك الشياطين وانه هيتم نقله لمسبح الشياطين. فبيستغرب يونغ لانه مات من شويه، وبتظهر شاشه الحاله اللي فيها معلوماته، والغريب انه مكتوب فيها جنب اسمه ملك الشياطين، وده اللي بيخلي بطلنا يتصدم. وبنشوف باب مقفول وتوابيت في كل مكان في الاوضه، فبيقرب بطلنا ناحيتها وبيبص على التوابيت وبيستغرب ايه اللي جابها هنا. وبتظهر له الشاشه تاني وبيكون مكتوب فيها انه بقى ملك الشياطين الجديد، وبنعرف انه بقى عنده مهاره انه يستدعي اي شيطان من الشياطين العشر الاسطوريين، وانه يقدر يستعبد اي شيطان مستواه اقل منه. فبيتريق بطلنا وبيقول يعني انا طول عمري كنت بحارب حكام النور وبقاتل الشياطين، دلوقتي بقيت انا ملك الشياطين؟ ولكن بيستوعب يونغ اللي حصل وانه لازم يرد لهم اللي عملوه. فبيقول لنفسه انا لو اخدت القوه دي هقدر انتقم من حكام النور اللي غدروا بيا. وبيلاقي بطلنا النظام بيوجهه يقف في مركز الدايره اللي في الاوضه علشان يرجع لكوكب الارض تاني. فبيقف يونغ في المركز، واول ما بيدوس عليه بينور نور قوي بيمتد لواحد من التوابيت اللي في الاوضه، وبيكون في شعاع ازرق كبير صادر منه، وبيبدا الشعاع ده انه يزيد ناحيه يونغ، وبيتغير لون الشعاع للون ذهبي وبيتحول يونغ من كل مكان. فبيقول يونغ بعين مليانه شر كله هيتحاسب. وبعدها بنشوف صوره يونغ جنب مقبره مكتوب عليها اسمه، وفي واحد واقف وبيقول هان عليك تسيبني لوحدي وتموت. وبنعرف ان الشخص ده محارب من المستوى التاني وبيكون اسمه دنغ. فبيسمع دنغ صوت جاي من وراه بيقول له طيب على الاقل كنت هات لي حجر اكتب عليه اسمي بدل ما انت كاتبه على حته خشبه. وبيتفاجئ دنغ من الصوت وبيبص وراه وهو مش مصدق. فجاه بيشوف يونغ قدامه وهو بيقول له هو انتم حفرتوا لي قبر بجد؟ فبيتصدم دنغ اول ما بيشوف يونغ قدامه، ولما بيتاكد ان دنغ ده حقيقي بيعيط وبيقول له احنا كلنا كنا مفكرين انك مت، ده انا كنت باجي لقبرك لمده 5 سنين، انت كنت فين كل ده وما قلتليش؟ فبيتصدم دونغ من المده وهو بيسال نفسه ازاي 5 سنين وهو ما فضلش في المسبح غير وقت قليل. وبعدها بنشوف تمثال كبير لملكة النور، وبيسال يونغ صاحبه اللي بيكون سايق الموتوسيكل من امتى التمثال ده هنا. فبيعرفوا دونغ انه موجود كتذكار بعد ما حكام من الخير هزموا الشياطين. وبيتريق يونغ على اللي بيسمعه، فبيقول دونغ لو ما كنتش قلت لي على الحقيقه كنت هفضل مصدق حكام الخير. وبعدين بيبتسم وبيقول ليونغ فكك هنتكلم بخصوص الموضوع ده بعدين، المهم دلوقتي في مطعم جديد فتح تعالى اعزمك. فبيرفض دنغ وبيقول له انه عايزه يروح لزنزانات، وبيقول دنغ خلاص زي ما تحب بس لازم نجيب فلوس الاول لان الوضع هناك مش زي زمان. وبنروح لمكان الزنزانات وبنشوف يونغ بيتخانق مع الناس اللي هناك وبيقول ايه التهريج ده؟ هو انتوا عايزين تدفعونا فلوس علشان ندخل الزنزانه؟ ويبص للتذكره اللي في ايده وبيلاقي ان الدخول المستوى الاول غالي، ده غير انهم بياخدوا فوائد اكتر من نص المبلغ. فبيزعق يونغ فيهم وبيقول انهم حراميه، وبيرد عليه المدير ايه مشكلتك؟ السعر ده ثابت من 5 سنين، وبعدين بطل انانيه، انت لما بتدخل هتكسب فلوس قد كده. فبيتعصب يونغ وبيكون عايز يضربه، لكن يونغ بيسحبه بسرعه بعيد. وبالنسبه لنقطه الزنزانات فدي ظهرت من سنين في العالم ومليانه وحوش كتير جواها ممكن يخرجوا ويهجموا على البشر في اي وقت، وعلشان كده في عدد كبير من مغامرين البشر هجموا على الزنزانات علشان يخلصوا على الوحوش، ولكن كل المغامرين دول ماتوا في معركه جماعيه ومفيش حد نجي منهم غير بطلنا يونغ. وبعد ما المغامرين بقى يدخلوا الزنزانات ما يعوزوا دلوقتي بقى بياخدوا 80% من العائد. وبنشوف يونغ بيشتمهم بعد ما دخل هو ويونغ الزنزانه وبيقول طلعوا كلاب اكتر من حراميه الزنزانات. فبيرد عليه دينغ بما ان حكام الخير فازوا على الشياطين ما بقاش فيه تهديد من الزنزانات وبقوا معتبرينها مغاره علي بابا وبتكسبهم فلوس. فبيشكره يونغ على التذكره وبيقول له انه هيبقى يرجع له فلوسها، ولكن دينغ بيقول له انه مفيش بينهم الكلام ده، وبيساله ليه قرر يجيبوا للزنزانه بسرعه كده وبيخطط لايه. فبيقول له يونغ المستوى بتاعي رجع للمستوى الاول علشان كده عايز اروح للمستوى التاني واخلص على ملك الزيول واحوله للشيطان. ومره واحده بيشوف حاجه غريبه بتقرب منهم وبيبص هو ودونغ وبيشوف عقرب عملاق جاي عليهم،
وبنشوف العقرب وبنعرف انه من المستوى الاول، فبيطلع دينغ اسلحته بسرعه وهو بيطمن يونغ وبيقول له يبعد وهو هيتصرف معاه، وبيجري ناحيه العقرب بسرعه وهو في ايده السلاح، لكن العقرب بيرفع ايده وبيضرب دينغ، فبيصد دينغ الضربه بالدرع بتاعه، وبينزل تحت العقرب وبيغرس سلاحه فيه وبيخلص عليه، وبيحصل يونغ على 5 نقاط خبره. فبيقول لنفسه مع ان مستوى دينغ مش عالي لكنه اعلى من الوحوش اللي موجوده هنا، واضح انه مفيش خطر من ناحيتهم. وطول ما هو بيتفرج على دينغ بياخد نقاط خبره، فبيشجع صاحبه ويحمسه. وبعد ما بيخلص دينغ بيجي اشعارات ليونغ بالنقاط اللي كسبها، وبتكون في اجزاء من العقرب مرميه على الارض، وبيكون يونغ مبسوط وهو بيقول لدينغ انه خلاص قرب للمستوى التاني. وبيظهر ليونغ شاشه النظام مكتوب فيها انه اترقى ويقدر يسيطر على العدو وما يخلوش يتحرك. وبعدها بيروح يونغ ناحيه العقرب وهو بيفرك ايده وبيقول لدينغ انه هيوري له حاجه حلوه، فبيبتسم دينغ وهو بيقول بحماس اخيرا هتشوف تحول الشياطين، اول مره اشوف فيها حد عنده المهاره دي. وبنشوف يونغ وعينيه بتلمع وهو بيشاور ناحيه بواقي العقرب وطالع من ايده شعاع وبيقول بأمر مني قوموا واخدموني يا شياطين. وفجأة الأرض بتهتز وأجزاء العقرب بتتحرك بسبب الشعاع بتاع يونغ، وبعدين لونه بيتغير للون الأحمر وبتبدأ تتشكل وتعمل إيد عقرب، وبيبص يونغ عليها وهو مبهور باللي بيحصل. وبنشوف في الآخر عقربين شياطين من المستوى الأول، وبيبص يونغ للعقرب الشيطاني وهو مستغرب إنه شكل جسمه كأنه بني آدم، وبيكون لسه دينغ مبهور باللي بيحصل. وبيبص يونغ بعيون بتلمع العقرب وبيأمرها ان هم يروحوا يخلصوا على الوحوش اللي بتحرس ملك الزيول. وبنشوف العقرب الشيطانيه وهم بيبعدوا بسرعه علشان ينفذوا اوامر يونغ، وبيمشي يونغ مع صاحبه والنقاط بتاعته بتزيد، فبيقول لنفسه ان الشياطين دول اقوى من الوحوش العاديه. وبيقول دينغ صح انت لو فضلت سايب الوحوش دي هنا وانت نايم كده مستواك هيزيد برضه. وبيبتسم دينغ من تفكيره الذكي وبيفرح بنفسه، فبيقول ليونغ ده كان في الاول، لكن دلوقتي بما اننا لازم ندفع للزنزانه هنخسر فلوس كل مره ندخل فيها. وفجاه بيلاقي حاجه بتترمي تحت رجليه، فبيتصدم دونغ لما بيلاقي راس العقرب الشيطاني اللي بيقول ليونغ انا اسف يا زعيم، ملك الزيور اتعصب واحنا بنخلص على اخر الوحوش بتاعته. ولكن يونغ بيتعامل مع الموضوع ببساطه لانه ما كانش مستني منهم يخلصوا على ملك الزيور لانهم اضعف منه. وبنشوف بعدها وحش غريب بياكل بقايا شيطان العقرب، والوحش ده بيكون الزعيم واسمه راك الحفار. فبيتقدم دينغ بالدرع وسلاحه وبيقول ليونغ يفضل وراه، لكن يونغ بيرفض وبيقف قدامه وبيقول لا انا ضعيف خليني اشتته وانت تهاجم. وما بيعترضش دينغ وبيستفز يونغ الحفار، فبيتعصب وبيصرخ فيهم وبيقول يونغ لصاحبه وهو بيستعد اول ما منعه من الحركه تنفذ، فبيوافق دينغ وبيجري كل واحد فيهم في اتجاه مختلف، يونغ ناحيه راك الحفار ودينغ من وراه. وبعدين بيجري يونغ قدام الحفار اللي بيفتح بقه علشان يخلص عليهم، فبتلمع عين يونغ وهو بيحاول يشيل حركه الحفار اللي من وراه، وبيقول يونغ لصاحبه علشان يهجم عليه، وبيستجيب دينغ وبيجري ناحيه راك الحفار بسرعه علشان يطعنه في ظهره ويخلص عليه، وبيصرخ الوحش. وبعدين بيقع الوحش على الارض وبيعمل حفره كبيره مكان ما وقع، فبيبص يونغ ودونغ في الحفره وبيقول يونغ لصاحبه ايه الضربه الطريه دي، هو انت كنت بتقطع زبده؟ وبعدين بيشاور له بايده وبيقول له انه محظوظ انها نفعت. فبيتضايق دينغ وبيقول كنت عايز نعمل ايه، الوحش متدرع في كل حته ما عدا بطنه وظهره. فبيقول يونغ انا عندي خطه وهو غالبا هيستهدفني تاني علشان بقدر اشيل حركته ومعيش سلاح، وبما انه بيخاف من رعشه الروح اللي بشيله بيها يبقى هيهجم عليا من ورا، فانت خليك قصادي بسيفك واول ما يطلع خلص عليه وما تقلقش عليا. فبيبتسم دينغ ومعجب بخبره صاحبه في القتال، وبيعرفه يونغ ان دي حاجات بسيطه اتعلمها. وفجاه بيلاحظ بطلنا ان الارض بتهتز من تحتيه وبتتكسر، فبيبعد هو بيشوف الحفار طالع من تحت الارض، وفي الثانيه دي بيضرب دينغ بسلاحه، لكن ده ما بيأثرش في الحفار اللي بيطلع بجسمه كله لفوق، وبيرفع مخلب ايده علشان يخلص على دينغ، لكن دينغ بيحمي نفسه بالدرع بتاعه. ولسه المخلب التاني كان هيدخل في اخر لحظه في عين دينغ، بس يونغ بيتدخل وبيشيل حركه الحفار وبيقول لدينغ يخلص عليه، فبيتحرك دينغ بسرعه وبيغرس سيفه في الحفار وبيبعد عنه. وبنشوف الحفار مرمي على الارض قدامهم واتهزم، وبيحصلوا على نقاط خبره ومكافآت درع الحفار وكمان الخنجر بتاعه. وبكده وصلوا للمستوى الثاني، فبيبص دينغ للحفار وبيقول ليونغ المهارات بتاعته كانت اقوى من اي زنزانه قابلتها قبل كده، انت كنت قصدك تختار دي بالتحديد؟ فبيقول له يونغ انا شفت النوع ده من زنزانات المستويات العاليه، فقلت اكيد في نسخه اضعف منها هنا. وبعدها بيرفع الاسلحه قدام صاحبه علشان يختار، فبياخد دينغ الدرع وبيسيب الخنجر ليونغ. وبعدين وهما ماشيين بيسالوا دينغ هل هيعرف يستخدم الخنجر ده ولا لا، فبيطمن يونغ وبيقول انه عارف شويه حركات هتساعده، وانه في الاصل كان نفسه يبقى مقاتل بس تخصص في العلاج، وبيخرجوا علشان يبيعوا الخامات اللي جمعوها. ويونغ فاكر انها هتجيب لهم فلوس كتير لكن ده ما بيحصلش، فبيتعصب بطلنا وهو بيخبط بايده على المكتب وبيزعق في مدير نقابه العقرب للزنزانات اللي بنعرف انه اسمه زو، وبيقول يعني ايه الكلام الفارغ ده، انتوا عايزين تاخدوا الخامات دي كلها بشويه ملاليم؟
مش كفايه اللي انتوا بتلهفوه من الارباح؟ ولكن زو بيقول له اخرس واحمد ربنا ان احنا بنشتريها منك اصلا بدل ما ناخدها غصب عنك، ولو سمعت منك شكوى تاني هحاسبكوا على نقاط الخبره اللي خدتوها من الوحوش. فبيتعصب يونغ اكتر، وصاحبه بيهديه وبيقول له اهدى يا يونغ، صعب ان احنا نتدخل مع نقابه مع دي في مشاكل. ولكن فجاه بتلمع عين يونغ وبيبص لزو وحاسس بحاجه غريبه من ناحيته، فبيتضايق زو من نظرات يونغ وبيكون في وراه ظل شيطان مرعب. وبيبص يونغ وراه وبيلاقي حارس المدير بصين له بشر، فبيلف هو وصاحبه بيمشي بهدوء. لكن زو بيوقف يونغ وبيقول له شكك فيا جرح مشاعري، وعلشان كده سيب الدرع تعويضا عن الضرر العاطفي اللي سببتهولي. فبيلف يونغ وهو بيقول له ازاي دي الحاجه الوحيده اللي معايا، ولكن يونغ بيقول له يسيبهوله وبيكمل وهو بيبتسم هرجعه لك قريب ما تقلقش. وبنروح المكان فيه حراس المدير وبنشوف واحد منهم معلي صوت التلفزيون وبيسمع مذيعه بتقول ان اعداد المغامرين مفقودين في الزنزانات ذاتها في اخر فتره وان التحقيقات لسه مستمره. وبيبص واحد من الحراس التاني وبيساله ليه المدير زو بيجي المكان المعزول ده كل اسبوع، لكن التاني ما بيكونش عارف برضه. وبعد كده بنلاقي طاقه ورياح غريبه ناحيه اوضه على السلالم، وبنشوف ايد محطوطه على طبق وفي حد بيقطعها وبياكل، وبنتفاجئ ان الشخص ده بيكون المدير زو. وبعدها بيسمع الحراس صوت جاي من بره، فبيقول واحد للتاني يطلع يشوف في ايه. فبيطلع الحارس وهو بيقول ايه اللي ممكن يكون في الخرابه دي، يعني اكيد شويه قطط ولا كلاب. ولكن فجاه بيتصدم وهو بيشوف صخره واقعه على عربيه، ولسه بيقول مين اللي عمل كده بيطلع ينغ من وراه وهو بيبص بعينه الحمراء. وبعدها بنشوف الحارس داخل لجوه وما بيكونش قادر يقف على رجله قدام صاحبه، فبيبص واحد منهم وهو مستغرب شكله وعينيه اللي بيضت. وبنعرف ان الحارس في اللحظه دي تحت تاثير ينغ اللي بيدخل المكان فجاه بعد ما ضرب واحد من الحراس على دماغه وبيضرب التاني بالرجل في وشه، بيقعوا بره المبنى من الشباك. وبيكون في حارس واقف متوتر وهو بيستخدم مهاره خاصه بيعمل بيها شعله ولسه هيرميها ناحيه يونغ، لكن يونغ كان اسرع منه وبيضربه ضربه بالخنجر بتاعه وخلص عليه. وبنشوف كل الحراس مرميين على الارض من الوجع ما عدا واحد فيهم لسه هيتحرك، لكن يونغ استخدم مهارته وشل حركته وتحكم في جسمه وخلاه يطلع سلاحه ويخلص على نفسه. وبعدها بيروح يونغ الاوضه اللي فيها زو وبيكون حاسس بالطاقه المرعبه بتاعته اللي منتشره في المكان. واول ما بيتفتح الباب بيتصدم من اللي شايفه قدامه اللي بيكون في جثه مرميه على الترابيزه، وبيبص وبيلاقي جماجم كتيره في الاوضه، وبيلاقي زو قاعد على ترابيزه تانية وبيمسح بقه بمناديل. فبيقول يونغ يبقى ده المخبأ بتاعك اللي بتتغذى على غيرك زي الطفيليات. فبيقف زو بيقول له وانت هتكون العشاء الجاي بتاعي، حته مغامر من المستوى التاني وعايز يتحداني، شكلك ناوي على موتك. فبيبتسم يونغ بيقول له انا قلت لك قبل كده لو اخدت اللي يخصني هاخده منك تاني. وبنشوف زو هو قاعد على الارض ومطلع شعلتين نار من ايده وبيقول انا هشويك حي وهخليك تندم على غرورك ده بس وانت جوه معدتي. وبيبدا يطلع نار بايده على يونغ اللي بيجري ناحيه النار بكل شجاعه وفي ايده الخنجر بتاعه وعينيه حمراء. فبيبتسم زو وهو بيشوفه بيروح للنار برجله ومش خايف. وفجاه بنشوف يونغ بيضرب زو بحركات سريعه، فبيتفاجئ زو ازاي بيضرب بالسرعه دي وهو مسجل في الزنزانه كمعالج من المستوى الاول. وبيبص بيلاقي خنجر يونغ قصاد عينيه وفجاه بيضربه يونغ في نص عينيه، وبيكون زو مش قادر يستوعب ايه اللي بيحصل وبتتكسر نضارته بسبب الجرح اللي في وشه، ده غير باقي جسمه اللي بيكون مليان جروح من يونغ اللي بيقرب منه وبيقول بتعرف تستخدم سحر النار وكمان بتطير، حلو ده انا هخليك الخادم بتاعي. ولكن فجاه بيتعصب زو من يونغ وبيقول له يبطل يعمل نفسه قوي. وفجاه بنشوف ايد حمراء خارجه من بق زو، فبيتصدم يونغ من منظر وسقف الاوضه بيتكسر، وبنشوف ظل كائن غريب لابس حزام ذهبي وطاير في الهواء قدام يونغ، وبنعرف انه اسمه بوندي وبيكون شيطان من المستوى الثاني. واول ما بيشوف يونغ بيقول ايه ده انا كنت فاكر ان زو قابل شخص قوي بس طلع حته لاعب من المستوى الثاني. وبعدها بيبص ناحيه زو وبيلاقيه اتحرق، فبيتضايق لانه كده هيضطر يشوف واحد غيره. وبيستغل يونغ انشغال بوندي وبيحاول يسيطر عليه وبيعمل التعويذه، لكن بوندي بياخد باله وبيلف ناحيته وهو بيشوفه بيحاول يستخدم التعويذه عليه. فبيجري بوندي ناحيه يونغ وهو بيقول له احب اقول لك انك مش عارف تستخدم التعويذه فمستحيل تصيبني. وبيلف حوالين يونغ بسرعه وهو بينشر النار في المكان، ويونغ واقف مش عارف يعمل ايه. فبيضحك بوندي وهو بيقول له ايه مش قادر تتحكم فيا بعينيك صح؟ ولما بيلاقي يونغ النار بتقرب منه فبينط لفوق بسرعه بعيد عنها، فبيولع المكان تحته. بيبص يونغ وهو مصدوم لان النار بتكون اخترقت الارض بكل سهوله، والحراس اللي كانوا في الدور الاول اتحرقوا وما لحقوش يهربوا. وبعدها بيقول يونغ لنفسه وهو متضايق المكان الضيق ده مع سحر النار مخليني في موقف صعب وضعيف، لازم اغير ساحه القتال. وبسرعه بيجري يونغ وبيبعد عن المكان، فبيجري بوندي وراه وهو بيقول له فاكر انك هتستخبى مني؟ دي نار قويه يعني مهما تجري وتستخبى مسيرك هتتحول لرماد. وبيوصل بوندي للغابه وبيقف يدور على يونغ، وبيقول لنفس الواد ده مش بيتصرف زي اي مبتدئ من المستوى الثاني. وفجاه بيسمع صوت جاي من جنبه فبيبعد عنه وبيلاقي يونغ بيحاول يهجم عليه بسلاحه وبيسيبه في رجله. فبيتعصب بوندي وبيستخدم سحر النار، ولكن يونغ بيتفاداه وهو بيمسك في هدوم بوندي وبعدين بيسيبه وبيبعد
عنه وبينزل على الارض. فبيروح بوندي وراه وهو بيقول انت ازاي تتجرأ وتجرحني؟ ده انا هخلص عليك دلوقتي. وبيبص بيلاقي يونغ طاير قصاده من الناحيه الثانيه، فبيمد بوندي ايده وبيرمي عليه نار. فبيجري يونغ وهو بيتفاداها وبتحرق النار كل الشجر اللي حواليه والغابه كلها. وبيخرج يونغ بره الغابه وبيشوف قدامه طريق صخري مسدود، فبيبص عليه لفوق وهو بيفكر هيطلعوا ازاي. ولكن بيجي بوندي من وراه وبيقول يا حرام حشرت نفسك في طريق مسدود، وريني بقى هتهرب ازاي. وبيبدا انه يستخدم سحر النار ولكن بشكل اكبر بكتير، وبيوجهها ناحيه يونغ فبتحرق المكان كله والشجر بالارض. وبعدها بيبدا يفكر بوندي مع نفسه وبيقول زو كان عنده السكر وحقن الانسولين كتير عملت له هبوط، انا مش هختار ناس تخان تاني، لازم اختار حد احسن المره دي. ولكن فجاه بيحس الارض بتهتز من تحتيه والصخور بتتكسر، ومره واحده بيشوف مخلب الحفار طالع من الارض وبيمسك في بوندي لحد ما بيطلع الحفار كله وبيكتف بوندي اللي بيكون مصدوم وبيبص ناحيه المكان اللي فيه يونغ وبيقول شكلك كنت مستنيني اخفض دفاعه وبعدها تخدعني وتهجم عليا. وبيقرر بوندي انه ما يستسلمش وبيحاول يستخدم قوته، ولكن فجاه بيشوف سلسله حديديه بتتلف على رقبته، واللي بيكون ماسك السلسله دي هو يونغ. وبيقول لبوندي ما تتحركش، وبيستخدم مهارته في السيطره على الشياطين. فبيدخل بوندي في تنويم وبيؤمر الحفار راك انه يسيبه، وبعدها بيؤمر بوندي انه يديله كل الحاجات القيامه اللي معاه. وبيوافق بوندي بعد ما بطلنا خلاص سيطر عليه، وبيديله كل اللي معاه بما فيهم الدرع بتاع الحفار واسلحه تانية وسبائك الذهب. وبيقول بوندي زو حول كل الفلوس لسبائك ذهب ومعاهم شويه اسلحه للاحتياط، باقي الثوره في خزانه النقابه. فبيبص يونغ لسبائك الذهب وبيقول السبائك دي لوحدها تعدي ل 10 مليون، وكل ده من زباين مستويات قليله بس. ومن غير ما يونغ ياخد باله السلسله بتتفك، فبيجيله تحذير ان الهدف هيخرج عن السيطره. وبنشوف بوندي خارج عن السيطره وبدا يستخدم قوته علشان يهجم عليه من جديد، لكن بيتفاجئ من اللي يونغ بيعمله وبيكون عمل مجموعه من الصخور وقفت قدام بوندي، وبحركه ذكيه منه خلص على بوندي بسرعه ونط للناحيه الثانيه. وبكده اتخلص يونغ من بوندي وترقى للمستوى الثالث، ده غير نقاط الخبره اللي كسبها. وبعدها بيبص على دماغ بوندي وبيشاور بايده وهو بيتحكم فيه علشان يكون من الخدم بتوعه. وبعدها بيبص له وعينيه بتلمع وبيركع بوندي قدامه بعد ما اتحكم فيه وصحى من موت. فبيكون يونغ حابب فكره انه الخادم الجديد بتاعه هيكون في نفس مستواه فمش هيحتاج يدربه. ولما بيساله بوندي عن اوامره بيقول له يونغ وهو بيشد على ايده محتاجين زنزانات ما تكونش تحت سيطره حد، وانت شيطان يعني اكيد عارف اماكن الوحوش التانية صح؟ وبيبص له بعينه الحمراء وهو بيأمره وبيقول خدني ليهم. وبعدها بنروح لمبنى بنشوف فيه دينغ واقف قدام عامل التوصيل وهو مستغرب لانه ما طلبش حاجه، وبياخده وبيفتحه وهو بيقول ده كبير قوي وتقيل، ممكن حد يكون بيعمل فيا مقلب وبعت له طوب ولا حاجه. واول ما بيفتحه بيتفاجئ بالدرع قدامه ومعاه سبيك الذهب، ورساله من يونغ بيقول له انه رجع له الدرع ومعاه سبيك الذهب، وانه لو حب يروح مغامره معاه يكلمه. فبيمسك دينغ الدرع وهو مبسوط ومش قادر يصدق ازاي يونغ قدر يرجعه، وبيمسك السبيكه وبيقول اول مره في حياتي امسك سبيك الذهب بالحجم ده، انا بقيت غني. وعامل التوصيل بيكون لسه واقف بره، ولما بنشوف عينيه بنعرف انه نفسه بوندي، وبيقول ليونغ انه وصل الامانه خلاص. فبيقول له يونغ كويس، وبعدين بيبص قدامه وهو قاعد على الحفار وبيقول انت متاكد ان العنوان ده صح؟ مش ده معبد من معابد ملوك الخير؟ وبيبص المعبد كبير فوق منه صقر حجري، وبيقرب يونغ من المكان وهو بيسأل بوندي اشمعنى اختار المكان ده بالتحديد. فبيقول له بوندي قوة ملوك الخير بتعتمد على كذا معبد، ولو قفلنا واحد منهم قوتهم هتضعف. فبيفهم يونغ قصده بعد ما بيكون خلاص وصل للباب، وبيبص لراك الحفار وبيقول استخبى انت يا راك اول ما ندخل، وانا لو احتجتك هستدعيك. وفي مكان تاني بنشوف واحد بيقول فين اخويا زو انتوا لقيتوه؟ وده بيكون اسمه تشو مغامر من المستوى الثالث ورئيس نقابة العقرب. وبيقول له الراجل اللي قدامه انهم ما لقوش اخوه لان كل حاجة احترقت وبقت رماد بسبب النار القوية اللي اول مرة يشوفها. ولما بيبص تشو على بقايا البيت بيعرف الراجل بتاعه ان ما حدش من المغامرين اللي عندهم يقدر يستخدم النوع ده من السحر. فبيقول تشو لازم تجيب لي قرار الموضوع، والاهم من ده كله الذهب، اللي مات الفلوس اهم، لو الملكة عرفت ان احنا ضيعنا الذهب مش هتدعمنا تاني. وبنشوف فارس من فرسان الخير واقع على ركبته وسيفه مكسور، وبعدين بيقع على الارض قدام يونغ وباقي الفرسان. وبنشوف يونغ بيقول انا بديلكم اخر فرصه علشان تستسلموا وتسيبوا الاسلحه، ولكن بيلاقي سيف جاي ناحيته فبيرفع خنجره بسرعه وبيقطع راس الفارس وبيطيرها على الارض. وبنلاقي فارس تاني بيرفع سيفه علشان يخلص عليه، فبيستخدم يونغ مهاراته وبيشيل حركه الفارس ومره واحده بيوقعوا من فوق الجسر. وبنلاقي واحد من الفرسان بيقول لزميلهم انهم يعملوا فيه زي ما عمل في زميلهم ويرموه من على الجسر، وبيحاول يونغ ان يشيل حركتهم لكن مش بيقدر بسبب الدرع اللي بيحتموا فيه. فبينط يونغ لفوق وهو بيسند على راس واحد من الفرسان وبيضربه بالرجل في وشه. وبنشوف واحد تاني بيحاول يغدر بيونغ ويضربه بالسيف، ولكن يونغ بيلحق نفسه وبيقطع رقبه الفارس بالخنجر. وبيزعق واحد من الفرسان وبيقول ليه مش حد قادر يوقفه؟ ده مجرد شخص واحد، لو انسحبنا دلوقتي مشرف هيتدخل. وبنشوف المشرف داخل رافع سلاحه وبيبص الفارس عليه وهو متوتر، ومره واحده بينزل سلاح المشرف على الارض
بيدغدغها، وبيطلع نور قوي من ناحيه الفارس، والمكان كله باللي كانوا واقفين فيه اتهز من قوه الضربه، وبيفضل مكانه ما بيطلعش منه غير دخان بسبب الضربه. ومن وسط الدخان بيطلع صوت يونغ وبيقول علشان تتعامل معايا خلصت على كل رجالتك بكل برود، ده انتوا شياطين اكتر من بوندي نفسه. وفي الوقت ده بيكون بوندي في طريقه للزنزانه، وبنشوف يونغ اللي كان محمي فراك الحفار وبيبص على مشرف وبيستفزه بالكلام، فبيرد عليه مشرف انتوا شويه اوغاد كلكم، هخليكم تندموا انكم دخلتوا المكان المقدس ده. ومره واحده بيرفع سلاحه وبيهجم بكل قوه على بطلنا. وفي مكان تاني بنلاقي راس واحد بتتقطع وبتتدحرج قدام واحد قاعد على الارض، واللي بيتصدم لما بيشوفها وبيتوتر وهو بيرفع ايده وبيقول ما تاذونيش انا ما عملتش حاجه. وبنشوف واحد رافع موبايله قدام اللي قاعد على الارض وبيقول له انا بدور على الواد ده، كان واحد من نقابتكم من 3 سنين وعندي علم ان انت بتواصل معاه. وبيبص في الصوره بيلاقي صوره دنغ صاحب بطلنا، فبيقول وهو متوتر انت عاوزين دنغ؟ فبيبتسم الراجل وعينيه بتلمع وهو بيساله عن مكان دنغ، وبنعرف ان الراجل ده اسمه نيتا هو مغامر في المستوى الرابع. فبيبص الراجل التاني لراس الشخص اللي اتقطعت وبيخاف انهم يعملوا معاه زيه، فبيبص لنيتا وبيقول له على عنوان دنغ وبيترجاه يسيبه ويمشي. فبيقول له نيتا انا مش هعمل فيك حاجه، روح امشي وما تقلقش. وبنشوف الراجل بيجري بسرعه وهو خايف، ونيتا وهو بيبتسم ابتسامه شريره وبيرفع ايده وبيستعمل مهارته ناحيه الراجل اللي كان بيجري، وبنشوف اتقسم نصين وبعدها بيقع على الارض قدام نيتا. وبنروح بعدها لبيت دنغ اللي بيسمع صوت الباب بيخبط، فبيفتكر يونغ بطلنا باعت له حاجه تاني، وبيفتح الباب وهو مبسوط، ولكن بيقابل ابتسامته وش نيتا اللي بيقول له انت دنغ. وبعدها بنروح لمكان بين السحاب وفيه عرش قاعد عليه واحد لابس لبس زي الفرسان، وبيبص على بدايه البوابه بيلاقي واحد جاي ناحيته، وبيكون الشخص ده هو يونغ اللي بيكون ماسك خنجره ووصل للمستوى الرابع. فبيقول له الراجل اللي قاعد على العرش ازاي الحشره ده دخل هنا، هو المشرف نايم ولا ايه؟ وطبعا هو قصدي يونغ بالحشره. فبيخبط يونغ بايده الاتنين على الارض وهو بيقول صح المشرف. وبعدها بيمد ايده في دايره لونها اسود وبيطلع منها حاجه وهو بيقول قصدك ده، وبيرميها ناحيه الراجل اللي قاعد على العرش، وبتتدحرج الحاجه اللي رماها يونغ لحد ما بتوصل للناحيه التانيه وبتطلع راس المشرف ومقطوعه. وبيقول يونغ هو فعلا نايم بس عمره ما هيصحى تاني. فبيبص له الراجل اللي قاعد وهو مستغرب ازاي يونغ قدر يهزم المشرف من غير ما يتخدش ولا خدش، وبيقول شكلك اقوى من الحشرات العاديه، بس انت ما عندكش فكره انت بتواجه مين دلوقتي. وبيمسك سيفه وبيقوم هو حواليه ضوء ذهبي بيلمع، وبنعرف ان الشخص ده اسمه ارجوس وبيكون قائد الفرسان. فبيبص له يونغ وهو بيستخدم مهارته علشان يشل حركته، لكن القائد ارجوس بيقاوم مهارته وما بتاثرش عليه، وده بيخلي يونغ يتوتر. وفجاه بيلاقي القائد جاي عليه من السماء بسيفه، ولكن يونغ بيبعد عن طريقه بسرعه قبل ما يتصاب، ومش بيستنى القائد وبيحاول يوجه له ضربه تانية، فبيصدها يونغ بالخنجر بتاعه قبل ما تاذيه. لكن القائد بيحدف يونغ بالسيف بكل قوته لدرجه ان يونغ بيطير في السماء، وبيتوتر يونغ لان ما كانش متوقع ان القائد بالقوه دي كلها. وبيبقى فوق القائد وبيستعمل قوته اللي اكتسبها وبيواجه بيها القائد وبيرمي ناحيته شعاع غريب. وبنشوف ارجوس القائد بيتصدر الضربه بدرع الضوء اللي بتحميه من ضربه يونغ، وفجاه بيحصل انفجار بسبب التصادم ده والصخور بتاعه الجسم بتتكسر. وبيقول القائد لنفسه وهو ماسك سلاحه درع الضوء بتاعي هو اقوى دفاع في المستوى ده، بس ازاي مهاره ناريه ضعيفه كده قدرت تكسره. وبعدها بيحس بحركه وراه وفي ثانيه بيكون يونغ راشق خنجره في رقبه القائد اللي بيقول انت استخدمت الدخان علشان تهاجمني فجاه، مش ده تصرف مش اخلاق شويه؟ اخلاق ايه يا عم القائد، هو انتوا بتلعبوا خلاويص؟ المهم بنشوف بطانا بيبتسم له وهو بيقول كل شيء متاح في الحرب يا صاحبي، انتوا بتخدموا ملكة النور اللي خانت البشريه، واللي فين بقى اخلاقك انت؟ وبنشوف القائد بيقع على ركبته قدام يونغ، بس مره واحده بيقبض على سيفه وبيلف ناحيه يونغ وبيهاجمه. فبيدرك يونغ الوضع بسرعه وبيتخطط ضربه وهو مستغرب ازاي لسه قادر يقوم رغم انه ضربه في مكان حساس. وبنشوف القائد طالع من رقبته ضوء ذهبي، فبيتوتر يونغ وبيكون مصدوم ازاي القائد قدر يشفي نفسه بالشكل ده، وازاي اصلا سحر الشفاء انقذه من الموت. وبنشوف القائد وهو بيرفع ايده ويضرب يونغ وبيمسك سيفه علشان يخلص عليه بشكل نهائي بيخليه رماد، وبيطلع السيف ضوء قوي يتجه ناحيه يونغ وبيخترق جسمه، وبيفضل على كده شويه لحد كل حاجه بتتحول لرماد. بيقع قدام القائد اللي بيرجع للعرش بتاعه بعد كده وهو بيقول ايه اللي حصل مع اعضاء النقابه، وازاي مش بيحرس الباب كويس وسابوا الزباله ده يدخل. وفجاه بيقف وهو بيسمع صوت يونغ جاي من وراه وهو بيقول انا افتكرتك دلوقتي. فبيبص له القائد وهو مصدوم ازاي لسه عايش لي دلوقتي. فبيلاقي يونغ بيتكلم وبيحكي له انه من كام سنه لما كان لسه مبتدئ واحد من زمايله اتسرق منه منجم الاحجار السحريه النادره بتاعه على ايد نقابه العقرب زوم، واتضرب لحد ما كان هيموت، وراح لمحكمه المغامرين علشان تجيب له حقه، ولكن اتهموه بسرقه الموارد واتسحبت منه مؤهلات المغامرين، والمجرم الحقيقي طلع منها علشان كان عضو في نقابه العقرب، واللي اصدر الحكم السخيف ده كان وقتها كان القائد ارجيوس اللي هو انت. ورغم صدمه القائد بالكلام لكنه كان بيبص ببرود وبيقول احنا معانا ملكة النور فوق بتساعدنا واتباع بالملايين تحت، اللي هيقدر شويه مغامرين زيكم يعملوه ضدنا
وبيمسك سلاحه وبيبدأ الضوء الذهبي ينتشر في المكان كله، وبيكمل: كونك تفاديت هجومي المرة اللي فاتت ده بس علشان استهزأت بيك شوية، لكن الضربة الجاية مش هتعرف تهرب منها. وبيضرب بسيفه الأرض بعدها، فبيصدر ضوء قوي على شكل سيف ضخم في السماء. وبيقول القائد ليونغ إنه بمجرد ما يعلن عن إدانته يعتبر نفسه ميت. وفجأة بيحس يونغ بحاجة بتسحبه لورا بسرعة، وبيبعد عن الضوء اللي بيكون في السماء وطالع من السيف. فبيرفع يونغ راسه وبيبص عليه وهو بيقول لنفسه: أنا حاسس بقوة السحر الموجهة عليا، والهروب منه شبه مستحيل. الظاهر إن مفيش حل غير إني أستخدم الضربة القاضية. وبيبدأ يونغ يستعمل مهارة قوية، واللي بتكون عبارة عن الدرع الحارق للزمن، واللي بيحرق خط الزمن لمهارات العدو. فبيمد يونغ ايده للسماء وهو بيوجه قوته للقائد، اللي بيتصدم القائد من قدرة يونغ. وبيفهم دلوقتي ليه يونغ قدر يفلت من ضربته، لكن بيقرر ما يسكتلوش. فبيوجه السيف الذهبي بتاعه ناحية يونغ وبيخليه يصطدم بالدرع اللي عامله يونغ. وبنشوف يونغ وهو بيقاوم السيف بكل قوته. فبيقول القائد: كونك في المستوى الرابع وقدرت تعمل الدرع بالقوة دي، هعترف انك اقوى شوية من المبتدئ العادي. ولكن يونغ بيفضل ثابت وما بيتهزش من كلام القائد. وبنشوف السيف بيبدأ يضعف قصاد الدرع، وبعدين بيتكسر وبتطير الاجزاء بتاعته في كل مكان وعلى القائد. وبتكون قوة يونغ عالية عن الطبيعي، وبيطلع سليم من وسط الانفجار اللي حصل من غير ولا خدش، لدرجة ان القائد بيتصدم انه لسه عايش بعد كل ده. وبيكون يونغ نفسه مستغرب ازاي القوة دي كلها طلعت منه، وبيقول ان يمكن سبب ده ان مستوى الخصم بتاعه مش اعلى منه. وبعدها بيستعد يونغ علشان هو اللي هيهجم المرة دي، وبتكون قوة المانع بتاعته عالية، وبيبدأ يستغلها كلها علشان يهجم على القائد. وبيرمي ضربته بكل قوة ناحية القائد اللي بيتصدم، وبيحط سيفه قدامه علشان يحمي نفسه. وبيكون السيف درع حامي من ضربة يونغ، ولكن مش بيقدر يتحمل الضربة بسبب قوتها، وبيحصل انفجار ضخم. وبيكون الجسر اللي واقفين عليه متدمر بشكل كبير. وبنشوف القائد وهو واقف ودراعه مقطوع. وبعدين بيقول ليونغ: انا متفاجئ شوية انك قدرت توصل للمرحلة دي في القتال معايا، واضح انك تقيل اكتر بكتير من المغامرين اللي واجهتهم قبل كده. وبيمسك السيف بعدها وهو بيكمل: بس للاسف الجرح ده صغير اقدر اشفيه في لمح البصر. وبيحاول القائد يعالج جرحه، لكن بيتصدم لما بيلاقي ان جسمه مش بيتعالج. وبيكون واقف وقوة يونغ هي اللي مسيطرة عليه. فبيفهم القائد ان الضربة بتاعت يونغ ليها تأثير خاص، ومرة واحدة بيركع بركبته على الارض. فبيتصدم وهو بيسمع يونغ بيقول له: دي المرة التانية اللي بتركع فيها قدامي، مش عيب على قائد فرسان النور ان ركبته تبقى لينة كده؟ وبيتوتر قائد الفرسان: ارحمني وانا هعمل اي حاجة تأمرني بيها. وبيلاقي يونغ بيقول له ان نسي يكمل حكايته، فبيبص له وبيسمعه بيكمل الحكاية. فبيقول يونغ: زميلي في الفريق اللي خسر تأهيله كمغامر اضطر يدور على اي شغل علشان يقدر يعيش، بس بسبب الازمة الاقتصادية وخوف الشركات من عيلة زو محدش كان عايز يشغله، وسيرته بقت على كل لسان بسبب اللي عمله، والكلام بقى بيضايقه من الكل. وجمعت فلوس انا وصاحبي علشان نساعده، بس في مرة واحدة رحنا له البيت ما كانش بيفتح، فجبنا صاحب الشقة وفتحنا، لكن للأسف دخرنا وكان خلص على نفسه. تفتكر انت بقى اني ممكن اسيبك تفلت؟ وبنشوف السيف بتاع القائد بيقع وبياخده يونغ، وبيترجاه القائد انه يسيبه وهينضم لصفه. ولما بيلاقي يونغ بيوافق، بيقول القائد لنفسه انها الفرصة كويسة علشان يهجم عليه، ولكن يونغ بيسبقه وبيرفع السيف وبيقطع رقبته. وبيقول بعدها: لو هتنضم لصفي يبقى لازم تموت الاول. وبعد ما بيخلص عليه بيترقى للمستوى الخامس، وبيحصل على مهارة بتزود من طاقته هو والخدم بتوعه، وكمان بقى عنده قدرة يستدعيهم في أي لحظة وينتقل لمكانهم. وبيشوف يونغ نقاط الخبرة بتاعته، وبيقول لنفسه: المفروض بوندي كان بيجمع نقاط خبرة في زنزانة تانية، ليه ما وصلنيش نقاط منه؟ لو كان وصلني كان زماني خلصت على قائد الفرسان بسهولة وبقيت في مستوى أعلى. فبيكلم بوندي وبيسأله عن النقاط، وبيقول له بوندي إن حصل معاه حاجة غريبة منعته، وبيحاول يحلها. وبنعرف ان بوندي كان قصده على مشكلة دينغ صاحبه وواقف يدافع عنه. وبنشوف دينغ قاعد وماسك جرحه ووشه بيكون باين عليه اثار الضرب، وبوندي بيبقى واقف علشان يحميه. وبيسأله نيتا: انت مين وبتتدخل في شغلي ليه؟ فبيقول له بوندي: مش فارق معايا لو خلصت على كل اللي في المدينة، بس اللي ورايا ده يخص سيدي ومش مسمح لك تلمسه. وبيبص له دينغ وبيفهم انه تبع يونغ وانضم ليه جديد. فبيقول له دينغ: خلي بالك الشخص ده قوي. وفي اقل من ثانيه بيكون نيتا بيهجم على دينغ بضربه قويه بتوقعه من شباك المبنى. وبنشوف دينغ بعدها هو شكله مرعب بعد اللي حصل، لانه بسبب الضربه دي اغمى عليه وصحي بعدها لقى نفسه في جراج مهجور. وبيكون واقف بوندي ونيتا قصاد بعض في الساحه، وفي ثانيه بيختفي نيتا من مكانه وبيروح لبوندي يضربه في معدته. فبيتفاجئ بوندي من سرعه نيتا ومن قوه الضربه. بيرجع بوندي لورا وبيحاول نيتا يلقي تعويذه من الجدار اللي وراه علشان يخرج منها سيف مخفي، وبيجذب بوندي ليه عن طريق الرياح، وبتتكون دوائر من الرياح كتير. ولكن بوندي بيفهم نيتا عايز يعمل ايه، فبيلحق نفسه وبيقاوم قبل ما السيف يصيبه. فبيتصدم نيتا لما بوندي بيتفادى الضربه وافتكروا شاف السيف المخفي. وبيبص بوندي للجدار وبيقول لنفسه: مع اني مش شايف حاجه بس حاسس ان في سحر ورايا، وطالما هو رمى تعويذه في الجدار يبقى انا لازم اخد بالي. انا وقعت قبل كده في فخ الزعيم لما خدعني في معركه الانفاق، بس مش هكررها تاني. وبنشوف نيتا وهو بيحاول يضربه بالبوكس،
لكن بوندي بيتفادى الضربه وبتيجي في الجدار، وبعدها بيضربوا نيتا بالرجل فبتيجي في وشه، وبتكون الضربه قويه جدا لدرجه انه بتقع على الارض. ومش بيكتفي نيتا وبيضربوا ضربات سريعه ورا بعض من سرعه نيتا، مش بيلاحق عليها ولا عارف يستخدم هيئته الشيطانيه لان يونغ منعه من كده. وبنشوف نيتا وهو بيعمل تعويذه تاني وبينزل سيف بطول العمود، فبيتصدم بوندي وهو بيلاقي السيف بينزل عليه وبيقسمه نصين وبيترمي على الارض من غير حركه، وبيقول لنفسه وهو متضايق انا مش بس خطرت بحياتي، ده انا حتى مش قادر احمي صديق الزعيم. وبيبص على نيتا وبيسمعه بيقول انا مش فاهم ازاي قدرت تتفادى ضرباتي، بس غلطتك انك افتكرت ان السيف المخفي ده اداه ثابته عندي ومش بغير مكانها. ولكن بيلفت نظر بوندي وقتها على هي شاشه الحاله اللي بتعرفه انه يقدر يستدعي يونغ، وبنشوف نيتا بيبتسم بشكل مرعب وهو بيخلص على بوندي بتعويذه تانية، فبيغمض بوندي عينيه وهو بيعتذر في سر ليونغ علشان خيب ظنه. ولكن فجاه بيلمع ضوء من وسط الضلمه وبيختفي بوندي وبيكون مكانه شرخ في الارض، فبيبص نيتا وبيشوف يونغ وهو بيسحب بوندي وراه من هدومه، فبيتضايق نيتا انه ما قدرش يستوعب ايه اللي حصل من سرعته، وبيقول يونغ لصاحبه انت ازاي تسيب نفسك تتبهدل بالشكل ده؟ فبيقول له دنغ وهو باين عليه التعب على الاقل لسه عايش بفضل الخادم بتاعك. وبيبص نيتا على يونغ بيفتكر انه هدفه التاني، فبيقول له انت جيت برجليك للموت، ولكن يونغ بيشاور ليه بايده باستهزاء وبيقول بس يلا ما اسمعش صوتك. فبيتصدم نيتا من وقاحه يونغ معاه، وبتشوف يونغ بيقول لبوندي ياخد دنغ ويمشي من هنا وهو هيعالجهم بعدين، فبينفذ بوندي اوامره وفي ثانيه بيكون اختفى هو ويونغ من المكان. وبعدها بيتحرك نيتا بسرعه علشان يهجم على يونغ من ظهره، ولكن يونغ بيتحرك بايده بسرعه وبيضرب نيتا على وشه وبيخليه يلف حوالين نفسه من قوه الضربه، وبيخبط في الجدار اللي بيتكسر لحتت وبيقعد نيتا على ركبته وبيكون نص وشه اتشوه ومصدوم من قوه يونغ، وبيسال نفسه مين الراجل ده؟ انا عارف كل الناس الكبار في المنطقه دي بس عمري ما شفته قبل كده. وبيبص ليونغ وهو واقف وبيلاقي ان مفيش حل غير انه ياخد الموضوع جد، فبيقرب يونغ ناحيه نيتا وبيضربه بجزمته على وشه، وبيكون نيتا مركز مع سرعته الكبيره بس بعدين بيبتسم وبيقول لنفسه المهم دلوقتي انه وقع في الفخ بتاعي. وبنشوف يونغ والسيوف الوهميه محاوطه رجله وراسه من فوق وكمان بقت محاوطه من كل حته، وبيضحك نيتا وبيقول ثبتك زي فار التجارب، المغامرين مش بس قوه وسرعه، واحد مبتدئ زيك عمره ما يقدر يتفوق على واحد خبره زيي. ومره واحده بنشوف ضوء ذهبي طالع من جسم يونغ وبيعمل درع حامي ليه، فبتصدم نيتا انه صد كل هجومه وبيفكر ان يونغ فارس مقدس بسبب الضوء الذهبي اللي طالع منه. وبنشوف يونغ بيقول وهو طالع شرار احمر من عينيه ده كل اللي يقدر يعمله مغامر من مستوى الرابع زيك؟ يا ريتك كانت جابت دكر بط احسن. فبيتضايق نيتا من كلامه وبيسيب يونغ يمشي وهو بيقول والله مش مستاهل ان اخلص عليك، روح وقول لاتباعك ما يتعرضوش للناس اللي تبعي والا همحيكم من الوجود. والطريقه بتاعت يونغ بتعصب نيتا فبترتعش ايده، وبعدين بيرفع ايده الاثنين وهو ناوي يستخدم تعويذه تانية وبيزعق ليونغ وبيضرب ايده الاثنين في بعض وبيعمل اعصار شديد في المكان وبيقلب كل حاجه فيه. فبيبص له يونغ وبيقول ده انت شكلك فعلا ناوي على موتك، وبيقف ثابت ورا الدرع بتاعه وسط الاعصار وكل حاجه بتطير ناحيته لحد ما كل حاجه بتفتفت في المكان بسبب الاعصار وبتبقى رماد. فبيقول بطلنا هجومك بقى اقوى شويه بس لسه مش كفايه علشان يخترق دفاعي. وبنشوف نيتا من ورا يونغ وهو ماسك في ايده سيف احمر وبيقول لو ده مش كفايه يبقى جرب دي. فبيبص له يونغ بطرف عينه وبيلاقيه بيهجم عليه بالسيف، وبيرفع يونغ ايده يفعل الدرع الحمايه وبيقول اللي انت بتعمله ده ولا ليه اي لازمه عندي. ولكن فجاه السيف اتخطى الدرع الحمايه وبيكون نيتا مبسوط وبيقول ده سيف بيقطع الشياطين دفعت فيه كل اللي حيلتي. فبيبص يونغ بعيونه الحمراء على السيف اللي اخترق جدار الحمايه، لكن بعدها بنشوف السيف ما بيدخلش لجسم يونغ وبيبدا يتفتفت، وده اللي بيخلي نيتا مش قادر ينطق بين صدمه، وبيكمل عليه بطلنا وبيضربه برجل في وشه، ومن قوه الضربه بيطير نيتا بره المبنى وبيزعق من كتر الصدمه ومش مصدق ازاي السيف ما اثرش فيه، وبيطير يونغ جنبه علشان يخلص عليه، لكن نيتا بيقول له يبعد عنه وبيهدده انه لو اذاه النقابه مش هتسكت. ولكن بطلنا بيسمع من ودنه وبيطلع من ودن الثانيه وما بيفرقش مع الكلام ده، ولما بيشوف نيتا يوم بطلنا بيترعب، وخصوصا لما بيستخدم مهارته وبيحضر ضربه قويه تليق بنيتا، وبيشكل بطلنا شكلها في شكل قبضه وبيبقى فيه شعاع نور جاي على وشه من السماء، وفي ثانيه بيكون ضارب القبضه ناحيه نيتا اللي الضربه بتوديه لجبل بعيد وبينزل عليه يتكسر مع الصخور بتاعته، وبنشوفه هو في نص الجبل والنار ماسكه في جسمه كله بتخلص عليه ببطء، وبيكون ده قدام بوندي ودنغ اللي بيقول الزعيم اتقن كل المهارات بتاعتي، ومش بس كده ده كمان دمجها مع قدراته الخاصه ورفعها لمستوى اعلى. فبيبص له دنغ وبيقول انا كنت فاكر ان ده فرق مستويات علشان هو بيواجه مستويات اقل منه بيخلص عليهم بسهوله. وبنشوف بوندي بيبتسم وبيقول مش عارف ازاي بيعمل كده بس انا متحمس اني متابع شخص بالامكانيات دي، ده هيرفع من مكانتنا كشياطين. وبنرجع ليونغ وهو واقف قدام المتبقي من نيتا والنظام بيكافئه انه خلص عليه وبيحصل على رماده اللي ممكن يستخدمه في التحول الشيطاني. فبيقول بطلنا وهو بيبص للشاشه
يعني لما اخلص على الناس هاخد نقاط برضه. لا وكمان النقاط بنفس مستوى الوحوش العاديه. ولما بيفكر بطلنا فيها بيلاقي انه طول حياته ما فكرش خلاص على بشر ولا حتى يحارب حد، كان بيجمع نقاط صحه وخلاص. وكمان النقابه كانت منعت التصرفات دي قدام الناس، مع ان كسب النقاط من المغامرين اسهل بكتير من مواجهه الوحوش. وبنروح لزنزانه من المستوى الثالث وبنشوف سيف طويل بينزل على واحد مقنع والتوتر مليه، واحد واقف قدامه بيقسمه لنصين وبيقف الراجل بعدها يبص للي خلص عليه، وبعدين بيبص لسيفه وبيقول يا ريتني ما قسمته نصين، الحاجه لما بتخلص بسرعه مش بيكون ليها طعم. وبنعرف ان الراجل ده واحد من نقابه العقرب واسمه الصياد زوين من المستوى السادس. وبيسمع زوين صوت جاي من وراه بيقول واضح انك بتشتغل على نفسك بجد علشان ترفع مستواك. فبيقول زوين وهو بيبص له ايه اللي جابك هنا؟ انت قلت انك مش مهتم ترفع مستواك. وبيبص تشو رئيس النقابه على الراجل اللي متعلق وبيقول انا فعلا مش مهتم، بس عندي فضول اعرف ليه دايما بتغطي وشوشهم بعد ما بتخلص عليهم؟ ايه خايف يجيلك كوابيس وتشوفهم في احلامك؟ فبيضحك زوين وبيقول له ما يتريقش، وبيفهم انه بيغطي وشوشهم علشان يركز على عينيهم بس. وبيبدا يبتسم بشكل مختل وهو بيقول لتشو انه بيحب يشوف نور الحياه بيختفي من عينيهم. وبعدين بيسال تشو تاني ايه اللي جابه؟ فبيقول لتشو يتقل على رزقه، وبيحط ايده في جيبه وهو بيقول له انه جايب له مغامرين يخلص عليهم ويرفع مستواه. وبيحط موبايله قدام زوين وبيقول ده لوحده في المستوى الخامس، شوف بقى عدد النقاط اللي هتاخدها لما تخلص عليه، ايه رايك؟ كتير مش كده؟ وبنروح لبابنا وبنشوف يونغ هو وصاحبه قاعدين في اوضه، وبيكون دينغ شايل حديد ويتمرن، فبيبص يونغ للوزن اللي شايله وبيقول يا عم بتعمل ايه؟ انا لسه مخلص علاج جروحك، عايز تتعالج تاني؟ فبيقول له دينغ ده بيخليني استعيد قوتي بسرعه، بس غريبه انت قاعد في البيت بقالك كام يوم ما رحتش زنزانات ليه علشان ترفع مستواك؟ وبيبص له يونغ وبيقول مين قال اني مش برفع مستوايا؟ اتباعي شغالين دلوقتي في الزنزانات اللي بوندي لقاها. وبنروح لعرقين الشياطين اللي في المستوى السادس وبنشوف بوندي بيقول كملوا شغل مفيش كسل، وبنلاقي ان بوندي اتطور وبقى في المستوى الخامس. وبنعرف ان اتباع يونغ منهم الحفار راك ونيتا وقائد الفرسان ارجوس، وبوندي قاعد قدامهم. فبيقول له نيتا اهدى على نفسك كده عشان احنا كلنا بنخدم نفس السيد، يعني انت مالكش الحق تقعد ترتاح وتزعق لنا. وبيرفع القائد ارجوس سيف في وش بوندي وبيقول يعني احنا بنتبهدل وانت قاعد بتدلع؟ ده انت كائن حقير وانا شكلي هشقك لنصين. فبيقول لهم بوندي انا مع السيد من زمان، غير الحشره الغبيه دي اللي شكلها مش بيدل على اي ذكاء، لو مش هتسمع كلام هتسمع كلام مين؟ فبيبصوا كلهم ناحيه راك الحفار اللي بيكون واقف من غير كلام ولا حركه. وبيقول لهم بوندي وهو بيقوم من مكانه بدل ما نلغي ما تيجوا نتحدى بعض، وبيتحرك من مكانه بسرعه قدامهم وبيهجم على الوحوش التانية وبيكمل تعالوا نشوف مين هيجيب نقاط اكتر للسيد. وبيبدا بوندي يحرق في كل الوحوش اللي قدامه وبتزيد نقاطه بشكل كبير كل ما بيخلص عليهم. وبنشوف الوحوش اتفحمت بسبب الهجوم بوندي عليهم، مش بيتبقى منهم غير هياكل عظميه بتتحول لرماد. وبيقول بوندي لنفسه القوه الشيطانيه للسيد من حالي رهيبه وضرباتي بقت اقوى. وبنشوف واحد من الوحوش بيحاول يهجم على بوندي من ظهره، ويتفاجئ بوندي لما بيلاقي الوحش اتقطع لحتت في اقل من ثانيه. وبيشوف نيتا وهو بيقول له مشغول انت وقاعد تتحدانا لدرجه ان انت مش واخد بالك من ظهرك. وبنشوف وحش جاي ناحيه نيتا علشان يهجم، لكن نيتا بيرفع ايده وبيقول لبوندي مش انت اللي لوحدك عندك مهارات، وبيستخدم مهارته بيقسم الوحش النصين. ولما بيلاقي في وحش تانية جايه ناحيتهم بيجهز نفسه بمهارته وبيعمل اعصار ضخم بيوقعهم كلهم في مكانهم. فبينبهر بوندي بقوه نيتا اللي بيقول له ها ايه رايك بقى في مهارتي؟ مش اقل من بتاعتك صح؟ وبنشوف القائد ارجيوس وهو بيجري ناحيه الوحوش وبيبص نيتا وبيقول شكرا انك جمعت لي الاعداء يا صاحبي. فبيتصدم نيتا وبيقول له ما ينفعش تسرق نقاطي بالشكل ده. وبندي وراهم مبسوط وبيستخدم القائد ارجيوس مهارته وهو بيطلع شرار قوي من السيف بتاعه وبيلفت نظر كل الوحوش اللي بيتوجه لهم الشرار القوي وبيخلص عليهم في لمح البصر. وبيحصل القائد على نقاط كتير، وبنشوف يونغ ماشي والنقاط كلها بتوصل له وهو في مكانه. فبيقول لنفسه النقاط بتزيد عندي بشكل كبير، واضح ان الاتباع بداوا يتنافسوا في عرين الشياطين. وبعدين بنشوف قزم محارب اسمه دوف وبيكون من المستوى الخامس. فبيقول يونغ لصاحبه والقزم بيحاول يسمعهم ايه اللي جاب القزم ده هنا؟ الاقزام طماعين وممكن يضحوا بالفريق كله علشان قرش. وبنشوف القزم بيخبط بالمطرقه بتاعته وهو بيقول الكلام ده غلط، صحيح الطمع واحد من قوتنا بس برضه الولاء عندنا في نفس الاهميه، دوف مستحيل يخون صحابه علشان الفلوس. بيبص دينغ لصاحب يونغ وبيطمنه ان دوف زميله من زمان ويقدر يثق فيه. فبيبتسم يونغ وبيقول ماشي بس احنا الثلاثه بس، فين الباقي؟ لازم نبقى 5 افراد علشان ندخل. فبيشاور دينغ لفوق وبيقول له بص لفوق كده. فبيرفع يونغ راسه وبيبص لفوق وبيلاقي بنت مستخبيه ورا صخره كبيره، وبعدين بتخرج البنت من ورا الصخره وبنعرف انها رميه عملاقه واسمها إيلين. فبيعجب القزم دوف بطولها، فبتستخبى إيلين بسرعه ورا الصخره تاني. فبيبتسم دينغ وهو بيقول ليونغ معلش اصلها خجوله شويه. وبعدين بيسال يونغ عن اخر واحد في الفريق، فبيسمع صوت جاي من وراه بيتاسف على التاخير. فبيبصوا كلهم على الشخص اللي جاي ناحيتهم وبنتفاجئ ان اخر عضو في الفريق هو الصياد زوين
اللي بيقول لنفسه انا دايما مخبي مستواه الحقيقي. فالمبتدئين دول فاكريني ضعيف. وبيقول دنغ وهو بيحط ايده على زوين، ده رشحهولي زعيم النقابه القديم بتاعي، مر بظروف صعبه وطلب مني اخده معايا، هو صحيح مستواه قليل بس قوي وهينفعنا. فبيشكره زوين وبيبص له يونغ وهو مش مرتاح له وحاسس بحاجه غريبه منه. وبيكون زوين مبتسم وساكت. وبنشوف الفريق رايح ناحيه بوابه الغابه المسحوره. شفنا في الحلقه اللي فاتت بطلنا يونغ في مواجهه مع قائد الفرسان ارجوس، وكان الصراع ما بينهم قوي ولكن انتهى بفوز بطلنا اللي اكتسب مهاره جديده. وشفنا مواجهه تانية بين بوندي ونيتا اللي كان منتصر فيها لحد ما اتدخل بطلنا وانقذ بوندي، وبعدين دخل في مواجهه مع نيتا وخلص عليه. وبعدها شفنا تشو مدير نقابه العقرب وهو بيتفق مع الصياد زوين على يونغ اللي كان قاعد مع صاحبه، والنقاب بتاعته بتزيد وهو مكانه بسبب اصحابه اللي كانوا بيتحدوا بعض ويكسبوا نقاط لصالح بطلنا اللي جمع فريق وقتها من المغامرين بيضم القسم دوف وإلين العملاقه. والمفاجاه كان الصياد زوين اللي انضم ليهم علشان يدخلوا الغابه المسحوره. وفي حلقه النهارده بنرجع فلاش باك من ساعتين قبل الدخول للغابه، وبنشوف دنغ بيقول ليونغ يعني هنكون فريق تاني من 5 افراد علشان نروح زنزانه مختلفه. فبيسال يونغ اذا كان الموضوع صعب، لكن دنغ بيقول له انه هيتصرف، مع ان ممكن اتباع يونغ يخلصوا كل حاجه، لكن يونغ بيكون شايف انه ما ينفعش يستنى الاتباع يعملوا كل حاجه لان زعمها ممكن يكون اقوى منهم كلهم. فبيتحرك دنغ بسرعه ناحيه الباب وهو بيقول انه هيجمع الفريق. وبنرجع للغابه المسحوره وبنشوف الفريق وهو بيدخلها. وبيقول زوين وهو متوتر لدنغ مش حاسس ان الزنزانه دي مرعبه شويه، فبيطمنه دنغ ان ده في الاول بس وهيتعود. وبيتفاجئ لما بيلاقي مصاصه كبيره جنب راسه، وبيشوف إلين بتديها له وبتقول له ان مصاصه سحريه بتاكلها لما بتكون متوتره. فبيقول لها زوين هي دي كلها مصاصه؟ دي ممكن لو حذفتيها على حد تخلص عليه. وبيبص يونغ وراه وبيسال دنغ عن دوف، وبنشوف دوف وهو واقف مبهور وعينيه بتلمع وفي كريستالات سحريه كتيره قدامه، وبيقول لنفسه العب ده انا هبقى غني. وفي ثانيه بيطلع سلاحه وبيكسر في الكريستالات السحريه، ويتفاجئ لما بيلاقي فيه منها كتير في طريقه. فبيبص للمنجم وبيدخل لجوه وهو بيقول لنفسه لو دخلت لجوه ممكن الاقي خامات نادره. واول ما دوف بيدخل بيلاقي ضوء قوي جاي من تحت، وبيلاقي كريستالات ذهبيه فبتلمع عينيه معاها، وبينط ومعاه سلاح وهو مبسوط ان ده كله هيبقى بتاعه لوحده. فبيستخدم سلاحه علشان يكسر الكريستالات، لكن بيتفاجئ ان السلاح بيخبط في الارض صلبه والكريستالات اختفت لكن الضوء لسه موجود. وفجاه بيصرخ دوف وهو باصص ناحيه الضوء. وبنرجع للفريق وبنشوف دنغ بيقول ليونغ احنا ماشيين بقالنا كتير، انت متاكد ان القسم دخل هنا؟ فبيقول يونغ اكيد هيكون هنا لان الاقزام دايما بيتشدوا للمناجم اللي زي دي. وفجاه بيسمعوا صوت قوي جاي ناحيتهم، وبيشاور دنغ ناحيه دوف القزم اللي جاي يصرخ من بعيد وبيقول لهم يجروا. وبنشوف في احجار بتلمع متشكله على هيئه وحش وبتجري وراهم. فبيبتسم دنغ وهو بيطلع سلاحه وبيقول خايف من شويه احجار متحركه. ومره واحده بنلاقي ضوء اخضر طالع من ظل ورا القزم، وبنشوف وحش عملاق من المستوى السابع واسمه شبح البكاء. فبيتخض دنغ من هيئه الوحش وبيكون زوين واقف وراه. وبعدين بيقول لنفسه يعني انا كنت مستني فرصه علشان اخلص عليهم، ويجي القسم الغبي ده يجيب لنا اللي هيخلص علينا كلنا. وفجاه بيبتسم وبيطلع يجري قدام دنغ ويونغ وهو بيكمل في سره انا مش هخاطر بحياتي، سلام يا ورد العبيطه. ومره واحده بيصدر ضوء قوي من المنجم، وبعدين بيحصل انفجار ضخم وبيتفتفت المنجم لحتت، وبيكون زوين نفد بجلده من كل ده. وبيجري دنغ من قدام الشبح اللي بتفتح بقها مره واحده وبتطلع سائل اخضر علشان ينزل على راس يونغ وفريقه. وبيقف دنغ بعد ما كان بيجري وبيسال صاحبه واقف ليه. فبيقول يونغ هجوم بالمدى الواسع ده مفيش مجال للهروب منه. وبيرفع ايده وهو بيستخدم درع النور علشان يحميه، وبيطلب من الكل يتجمع حواليه وبينفذوا كلامه وبيحوطهم الدرع. وبتكون الشبح ما زالت بتوجه لهم ضربات اللي بتنجح انها تخترق الدرع الحامي بتاع يونغ وبتصيب ايده، وكانت هتصيب دنغ اللي بعد عنها في اخر لحظه. فبيبص ليونغ وبيقول لنفسه درع النور من المستوى السادس مش هيقدر يصد سائل التآكل بتاعها لانها من المستوى السابع، ودرع اللهب يدوب يحميني لوحدي، وكده هيكون في خطر على حياه الباقيين. فمش بيكون قدام يونغ حل غير انه يستدعي اتباعه. فبيبدا الضوء الاحمر يصدر وبيلفت انتباه دنغ والقزم اللي فجاه بيشوف قدامه راجل حفار. فبيتصدم القزم وهو مش فاهم ازاي مغامر عادي قدر يستدعي شيطان، لان التعويذه دي مش اي حد يقدر يستخدمها. وبيبص يونغ لراك وبيقول له يحفر نفق علشان الكل يخرج من المنجم. فبينفذ راك اوامر يونغ وبيحفر في النفق، واول ما بيجهز بيقول للكل يهربوا من النفق. ولما بيسالوا دنغ عن نفسه بيقول له يونغ ما تقلقش عليا، اهربوا انتوا بس بسرعه وانا هتصرف. وجوه النفق بيتسائل إلين اذا كان يونغ هيجي وراهم ولا لا. فبيقول لهم دنغ لا مش هيقدر يجي. واول ما بيسيب الدرع سائر التاكل بتاع الشبح هيملى النفق كله. وبيقول دوف القزم يعني كده احنا هنسيب القائد وهنهرب، ولكن دنغ بيطمنه ان يونغ هيتطور وهيهرب. وبنشوف زوين واقف وبيتفرج على الشبح وفاكرها هتخلص على الفريق، وبيقول لنفسه كويس اني هربت والا كان زمان اتشويت زي الاغبياء دول. وبتكون الشبح
الشبح واقفه قدام الدايره اللي محبوس جواها يونغ وعينيها بتدمع من سائل التاكل. فجاه بيشيل يونغ كل السائل اللي محوطه بحركه واحده، فبيتصدم زوين وهو بيقول ايه ده، ازاي قدر يكسر مهاره الشبح بالرغم من فرق المستويات ده. وبيكون زوين في قمه صدمته من اللي عمله يونغ، وبيكون يونغ وقتها وصل للمستوى السادس واتطور درع الذهبي المدرع اللي بيمتص الضرر بشكل اكبر من العادي. وبيكون زوين باصص له مستغرب ازاي اتطور، وبيمسك دماغه وهو بيقول ده ما واجهش اي وحش، ازاي اتطور، هو ايه اللي بيحصل هنا. وبنعرف ان قبل 5 دقايق بيكون بوندي مبتسم وهو بيبص للوحوش اللي خلص عليها هو اتباع يونغ، وبيقول بوندي احنا خلصنا على اغلب الوحوش، المفروض الزعيم يقدر يتطور دلوقتي. وبيقول له قائد ارجوس ان يونغ استدعى عراق الحفار اللي عنده، فبيتفاجئ بوندي وبعدين بيبتسم وبيقول لنفسه واضح ان الاوامر مش سهله عند الزعيم، نفسي ادخل في معركه وانتقل لعنده. وبنرجع ليونغ اللي بيكون واقف وباصص لراجل الشبح وهي نازله عليه وكانت هتهرسه لولا انه بعد عنها في اخر لحظه. بيقول لنفسه وهو بيمسك سلاحه الوحوش الكبيره اللي زي دي بتتحرك ببطء، واستهداف الجزء السفلي منها هو افضل حل. وفي لمح البصر بيقطع رجل الوحش بسلاحه، فبتصرخ الشبح وبيختل توازنها وبتقع على الارض، وبيلف يرغي سلاحه بين ايديه وبيمسكه بالمقلوب وبيهجم على الشبح علشان يخلص عليه. لكن بنشوف الشبح رفعت ايديها وفجاه وبتوجهها في وش يونغ وبتقفل عليه وبتمسكه بين ايديها، فبيطلع منها ضوء ذهبي وبتتشرح لحد ما بيقطعها يونغ وبيخرج منها، وبعدها بيهجم على دماغ الشبح وبيغرس سلاحه فيها، فبيتوجه السيف وهو بيوصل لاقصى طاقه وبيحصل انفجار قوي في المكان، وبيكون يونغ خلص على الشبح في لمح البصر. وبنشوف دوف وهو بيصرخ وبيقول ازاي مغامر في المستوى السادس يهزم وحش نادر في المستوى السابع لوحده. فبيقول له دنغ ان دي اقل حاجه عنده صاحبه، وبيكون يونغ واقف قدام بقايا الوحش وهو حاسس بحاجه غلط، وبيقول لنفسه ازاي خلص على الشبح بالسهوله كده مع انه وحش نادر. ومره واحده بنشوف الصخور اللي تحت يونغ بتتوهج بضوء اخضر، وبتبتدي الصخور دي تتحرك وتتجمع مع بعض لحد ما بتكون كتله كبيره باللون الاخضر، وبتطير الكتله دي قدام يونغ وفجاه بتنفجر في المكان وبتدمر اللي حواليها، وبيبعد يونغ عنها وبيرجع لورا وبيجي له تحذير ان المانه بتاعته انخفضت وكده الدرع بتاعه مش هيستحمل كتير. وبيلاقي ضباب سام مالي المكان، وبيبص دوف لدنغ وبيساله ليه ضباب منتشر كده، فبيقول دنغ ممكن السائل السام اتبخر لما لمس لها بدرع يونغ. وبيتوتر دنغ وهو بيبص ناحيه الضباب وبيقول لنفسه شكل الشبح ده عنده مرحله تانية والمعركه بقت اصعب بسبب الضباب ده، ليه يونغ مش بيستدعي كل اتباعه يساعدوه. وبنشوف الضباب محوط الصخور والغابه، ويونغ بيقول في سره لازم استحمل اطول وقت ممكن لحد ما الاتباع يجمعوا خبره تنقل من المستوى السابع. ويبدا يونغ يتحرك وهو بيدور على الشبح، فجاه بيحس بحركه وراه فبيلف بسرعه وهو بيهجم عليه بضربته اللي بيرميها وبتتصدم بالضباب، فبيحصل انفجار لضربه يونغ اللي بيتصدم لما بيلاقي الشبح خدعته جايه من وراه. لكن يونغ بيلف بسرعه وبيواجهها بقوته وبيقول لنفسه واضح انها فاهمه ازاي درعي بيشتغل علشان كده بتحاول تستهلكه بسرعه، بس على مين ده انا اسد العرين. ومره واحده بيخرج ايد راق الحفار من تحت الارض وبتمسك رجل الشبح اللي بتتصدم من اللي حصل، وبسرعه بيحرك يونغ سيفه وبيقطع بيه راس الشبح في اقل من ثانيه. وبنشوف دوف القزم بيشاور لدنغ وبيقول له ان الضباب اختفى، فبيقرب دنغ من صاحبه وهو بيشاور ليه بحماس، وبيشوف يونغ النقاط اللي حصل عليها وبيسال دنغ عن باقي الفريق، فبيقول دنغ القزم الطماع راح يجمع الباقي من الكريستالات وإيلين ما وثقتش فيه فقررت تروح معاه. وبنروح للمنجم تاني وبنشوف القزم وهو بيجمع الباقي من الكريستالات في شنطه سحريه، وبياخد الكريستال من غير ما يسيب ولا واحده، لكن بيتفاجئ برجل حد بتمنعه ياخد الكريستال. فبيبص القزم لإيلين وبيقول لها بتعملي ايه انت واقفه على الكريستالات بتاعتي؟ فبتقول إيلين فين الكريستالات دي يا دوف؟ فبيتصدم دوف القزم من كلامها وبيبص على الكريستالات، فبياخد اكبر صدمه في حياته لما بيلاقي ان كل اللي قدامه مجرد هياكل عظميه مش كريستالات. وبنشوف القزم مصدوم وبيقول بقى انا ملك الاقزام اطمع بالشكل ده؟ ولما بيفضي الشنطه اللي كانت معاه بيلاقي ان كل حاجه فيها كانت هياكل عظميه، فبيسند على الارض وهو مش حاسس بالدنيا وبيقول شكلي اتسحرت اول ما دخلت الزنزانه دي. وبيبص لإيلين وبيكمل بس ليه السحر ما اشتغلش عليكي؟ فبتبتسم إيلين وبتقول انها مش عارفه، فبيبص لها القزم وبيقول لنفسه يمكن علشان الغاز السام بيتسرب في الطبقات اللي تحت، بما انها اطول فما كانش بيأثر فيها زيي لان انا اقصر واحد واخدت اكبر جرعه من السم. وبنروح ليونغ وصاحبه دينغ اللي بيقول له انه هيروح ينادي على القزم وإيلين علشان يخرجوا من الزنزانه، فبيستغرب دينغ ليه صاحبه يونغ مش بيرد عليه، فبيمد ايده علشان يلمس كتفه ولكن بيكون في خط وهمي بينهم مش متشاف، فبيقطع ايد دينغ اللي بيتصدم من اللي حصل خصوصا لما بيلاقي يونغ بيرمي على الارض، فبيبص عليه وهو مش فاهم ازاي واقع فجاه بعد ما كان واقف عادي، ومين اللي قطع ايده؟ مش المفروض ان الشبح خلاص ماتت؟ ولكن بنتفاجئ بحد بيعور يونغ في رقبته، وبيكون اللي عمل كده هي الشبح اللي بتتحرك بعدها
ناحيه يونغ وبترفع ايدها وبتقول المغرب ده غريب جدا، الهاله اللي حواليه شيطانيه، لازم ادرس جسمه كويس واعرف ايه الاسرار اللي مستخبيه جواه. ولسه بتهجم على يونغ علشان تدخل جواه، بتتفاجئ بمطرقه طايره ناحيتها، فبتبص لها وبتضربها بايدها، بترجع المطرقه لبره بسرعه البرق، فبيمسكها القزم اللي بيكون هو اللي رماها، وبيبص على دينغ اللي مرمي على الارض وهو ويونغ، وبيقول القزم لنفسه واضح ان الاثنين اتسمموا وكانوا بيحاربوا اعداء وهميين في خيالهم، بس كتب خلصت قبل ما يفهموا الحقيقه. وبيتضايق القزم لانه اتاخر وما لحقهمش، فبتبص الشبح عليه وبتقول في سرها ايه اللي جاب القزم هنا؟ مش المفروض لسه مسحور وبيجمع كريستالات؟ وفين العملاقه الطويله دي؟ فجاه بيطير سهم معدني ناحيتها، فبتبعد عنه قبل ما يسيبها وبيجي في الشجره اللي وراها، وبتبص بعدها لمكان السهم وبتعرف ان إيلين هي اللي رمته، اللي على الرغم من حجمها الا انها بتستخبى كويس. وبنشوف بعدها القزم وهو بيهجم عليها من وراها، لكن بنتفاجئ بيها وهي بتلف بسرعه وبتمسك المطرقه وتبص للقزم وبتقول مستواك اقل مني ب2، وفاكر ان هجوم زي ده ممكن يضرب زعيم زيي؟ بس طالما قربت مني يبقى كده سهلت عليا المهمه. وبتستخدم قوتها على القزم اللي بيكون متفاجئ من سرعتها، وفي اللحظه دي بيكون السائل بتاعها ماسك في القزم، وبتلاقي سهم معدني كمان جاي ناحيتها، فبتيجي تتحرك علشان تتفاداه، لكن القزم بيمسك في رجلها وبيمنعها من الحركه، فبتستغرب انه لسه عايش. وبيقول القزم وهو ماسك رجلها ما تفكريش تهربي. وبتبص الشبح للسهم وهي مش عارفه تتفاداه ازاي، وفجاه بيحصل تصادم ضخم بينها وبين السهم، فبيبص لها القزم وبيقول ما كنتش تعرفي ان عندنا احنا الاقزام مهاره فطريه اسمها جلد الحجر، ومهاره جلد الحجر دي بتزود مقاومه السموم وبتقلل ضررها. وبنشوف الشبح والدخان محوطها وبتكون ماسكه في السهم، وبنتفاجئ انها دوبته بمهاره التاكل بتاعتها اللي بتقدر منها تدوب الهدف اول ما تلمسه. وبتتصدم إيلين وهي ماسكه القوس بتاعها ان مفيش اي ضرر حصل للشبح، وكمان القزم بيكون مصدوم اكتر من إيلين ان الشبح ما اتاثرتش، فبتبص له الشبح وبتقول هو انت كنت فاكر ان 2 مغامرين بمستوى ضعيف يقدروا يؤذوني؟ وفي ثانيه بتهاجمه بالسائل بتاعها، فبتصرخ إيلين وهي بتنادي على دوف، فبتبتسم الشبح وهي بتبص ناحيتها وبتقول لايدك، فبترفع ايديها وبتعمل شعاع من السم بترميه ناحيه إيلين من مكانها، فبيضرب الشعاع إيلين وبيوقعها من مكانها. وبنشوف الشبح بعدها بتقول دلوقتي اخيرا اقدر ادرس المغامر اللي عنده هاله الشياطين كويس. ولكن بتبص وبتتفاجئ ان دينغ مش موجود مكانه، وبتبص للمكان اللي كان فيه يونغ بتلاقيه هو كمان مش موجود، وبتشوف اثار جرح دينغ لجوه الغابه. وبنشوف دينغ هو شايل يونغ وبيهرب بيه، وبيقول والتعب باين عليه ما ينفعش تموت هنا يا يونغ. وبنشوف الشبح وهي بترفع ايديها ناحيه دينغ وهي بتقول له ما يفكرش يهرب منها، وبترمي شعاع من السهم عليه، وبيبص دينغ وهو متوتر والخوف باين في عينيه، فبيحصل انفجار كبير. وبتقول الشبح بابتسامه شكلي ما عرفتش اتحكم في قوتي وخلصت على المغامر المميز، يا خساره بجد. وبنسمع دينغ بيقول هو مفعل درع الحمايه، شكلي بدات افهم مهاراتي شغاله ازاي. وبنشوف يونغ بعد ما اتطور ووصل للمستوى السابع، فبيتفاجئ الشبح ازاي وصل يونغ لنفس مستواه وبيجيب كل النقاط دي منين. وفي زنزانه تانية بنشوف الزعيم بتاعها ميت، وبوندي واقف مبتسم وبيقول اخيرا خلصنا زنزانه، دلوقتي زعيمنا بقى في المستوى السابع. وبنشوف يونغ وهو بيقول ما كانش فيه اي اثر لحد في البدايه من اول ما دخلنا زنزانه واحنا بنهلوس بسبب تاثير غاز سام بس خفيف، ودلوقتي لما الغاز بيقابل ناري بيشتعل. فبيدرك يونغ كلامه وبيقول لنفسه يبقى الغاز ما كانش بيشتعل قبل كده علشان مستوى مهاراتي ما كانش عالي كفايه. وبيلاقي يونغ شعاع سام بيقرب منه، وفجاه بيحصل انفجار كبير والشبح بتوجه كل قوتها ناحيته وبتضاعف السم بتاعها، ولكن يونغ بيتفادى كل ده وفي ثانيه بيكون جنبها وبيضربها بالسيف في بطنها، ولكن بيتفاجئ بالجرح بتاعها بيلم تاني. وبيعرف يونغ انها عندها مهاره شفاء ذاتي، وبتتعصب الشبح وهي بتهجم على يونغ بسبب الجرح اللي عمله لها، وبيهجموا الاثنين على بعض بكل قوتهم. وبتبتسم الشبح وبتقول شكلك لسه ما اتعلمتش لما السائل السام بتاعي يقابل نيرانك، فبيتبخر ويتحول لغاز سام، واول ما ياكل الدرع بتاعك تاني هتستمم. فبيضحك يونغ بطريقه عليها، وبعدين بيستخدم مهاره عاليه اسمها لهب الزمن، وده اللي بيخلي الشبح تتصدم وبيحصل انفجار كبير. وبعدها بيبص يونغ لاثار انفجار اللي بيفتكر انه خلص عليها وبياخد 400 نقطه، ولكن بيتفاجئ يونغ وهو بيبص قدامه وبيشوف الشبح وهي لسه عايشه وبتهرب، وبتبص وراها وهي مبسوطه انها استخدمت نفس الخدعه وضحكت على يونغ. وبتقول له وهي بتبتسم هستخبى دلوقتي وهرجع بعد ما اتعافى علشان اصفي حسابي معاك، حتى لو ما قدرتش اغلبك هخلص على فريقك. ولكن فجاه بتلاقي شعاع ازرق بيقرب منها وبيقطع قرونها، فبتقول هو في شخص سادس معاكم؟ وبيجي لها حد من وراها وبيكون بوندي اللي بيقول ده في سابع كمان يا غاليه. فبتبص له الشبح وهي مصدومه من كل الناس اللي بتظهر، وبنشوف بوندي وهو بيهاجمها بالنيران بتاعته بشكل قوي لدرجه انه بيحدفها بعيد عنه. وبنشوف شعاع احمر بيكون لارجوس وهو بيهاجمها بسيفه وبيقول انا الثامن بتاعهم يا قلبي. وفجاه بيظهر راك الحفار فاتح بقه وبياكلها مره واحده، فبيخبط بوندي عليه وهو بيقول ليه دلوقتي طلعها يلا، فبيفتح راك بقه وبيطلعها. فبيقول يونغ شكلها لسه بتتنفس. بيبص بوندي ليونغ وبعدين بيركع قدامه هو وباقي الاتباع، فبتزعق الشبح وبتقول لهم يا اوغاد انتوا مش مكسوفين من نفسكم وانتوا بتركعوا البشري؟ ده انا اموت احسن من اخضع لبني ادم. وبيرفع يونغ سلاحه وبيقول
خلاص يبقى موتي. فبتزعق الشبح بجبروت والسلاح قدامها وبتقول ان الموت اهون بالنسبه لي. وفجاه الدنيا بتسود عليها وبعدين بنشوفها بتفتح عينيها بعد ما شعاع يونغ حوطها ورجعت تعيش تاني. وبتلاقي كل اتباع يونغ قدامها ومبسوطين ان هينضم لهم تابع جديد. وبتبص بعدها ليونغ اللي واقف وراها ومره واحده بتركع قدامه وهي بتقول تحت امرك يا زعيم. نكمل اول بقى بلا ما تركع لبني ادم بلا ما تركعش هركعت في الاخر. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. وكلمه سر حلقتنا النهارده الشبح. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. ما تنساش دعمكم ليا باللايك والاشتراك واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.